يعني العنصر البلاهة المتوفر بكثرة عند هذا الرجل. الراجل ده بيمارس لعبة غريبة جدا. الراجل هو عايز يعمل نفسه الإعلام، إعلامي، يعني إعلامي بقى بروفيشنال، واد محترم وبتاع. هذا الشخص لا أجد تشبيه ممكن يصلح ليه غير أن هو واحد عامل فيها محترم، لكن في نفس الوقت اللي هو عامل فيه محترم في بيته فاتح مثلا جايب لم يترك مومس ولا عاهرة في البلد إلا وأتى بها إلى منزله، وقاعد برضه هو محترم عامل فيها محترم بتاعه. لما تحضر كم المومسات والعاهرات ده إلى منزلك، فالوضع طبيعي أنهم هيمارسوا المهنة الوحيدة التي يعرفوها وهي الدعارة. عندما يلوم الآخرين على الدعارة التي تحدث في بيتي، فيقول لك هم بيعبروا عن رأيهم. الناس يعني دي رأيهم، بس احنا برضو نلتزم وبتاع. طب ماذا تتوقع من مومس كنبيه الجحش؟ يعني انت جايب هذه المومس عندك، هل تتوقع مثلا هل اي انسان عنده شك في ان هذا الرجل هو مجرد سفيه واحمق اللي اسمه نبيه الوحش، هذه المومس المتنكرة في زي رجل جايب مومس؟ وبعدين تقول لي لا احنا مش عايزين نغلط. طب ما انت جايب مومس ومعروف ان المومس داعرة وستزني في منزلك، جايبها ليه؟ إلا إذا أنت كنت مومس زيها، وهو بالفعل هي دي حقيقتك، أنت رجل مومس يا عاطف يا عبد الرغيف. ولن ينفعك تحط دكتور ولا مش دكتور، أنت مومس، مومس ببدأ. ده التوصيفي ليك، لأنك أنت لا تلتم إلا على المومسات. هذا الرجل الحقيقة برضو دليل على انفتاحه الفكري، ان هو ما بيجيبش الموامس اللي بيستضيفهم من مخور واحد. هناك تعدد في المواخير التي تأتي منها تلك المميسات لهذا القواد القذر المسمى عاطف عبد الرغيف. فلازم بيجيب تنويع بقى ازاي. في مومس بيجيب مومس او اتنين غالبا من الاخوان، ينتموا لتيار الاخوان. هناك مومس تنتمي مثلا تيار الجهاد، اللي هو مثلا زي المومس المدعو انور عكاشة. هناك مثلا مومس تنتمي الى الجماعة الاسلامية، اللي هو مثلا زي عاصم عبد الماجد، مومس بعباية وبدقن برضو. ممكن يجيب لك مومس من الازهر برضو، ما فيش مانع. زي المخنث اللي بيجيبه ده، اللي هو اسلام، مش عارف اسمه اسلام ايه ولا ده، دايما كان بيطلع مع ايه هاتولي راجل وعبد الله زب، اللي هو بيصدر فتاوى بالقتل. فانت عشان تصدر فتاوى بالقتل يعني يجب يكون هناك بعض الرجولة في صوتك، يعني خشن كده وواد ناشف وبتاع. فده بيصدر فتاوى بالقتل بصوت اقرب الى صوت الفتاة التي لم تبلغ بعد، اللي هو وهذا يجب قتله واقامة الحد. يعني طب اطلع طلع فتوى بالقتل واسترجل بقى، ما دام انت راجل يعني استرجل شويه في صوتك. هذا المخنث والشاذ، ما دام هي بقى دخلنا في الشواذ والمخنثين. اللي هو افتى قبل كده مش عارف بقتل المتظاهرين وحاجه بهذا المعتوه. فبرضه ده مومس ازهري يجيبه. لم يترك مومس في مصر، وده لم يترك تنظيم اجرامي في مصر الا ويستضيفه. ده يؤكد نظريتي اللي انا دايما اقولها، اللي هو الايه، بيقول لي انت اصلك انت مش فاهم حاجه، انت مش عارف الفروق من التيار الاسلامي السياسي. ده تيار الطيف الاسلامي السياسي متسع وعريض وبها العديد من الاتجاهات. لا، هم بالظبط تشبيههم هم عباره عن شويه بكابورتات مفتحه على بعض. في الاخر ايه، طبعا طبقا لنظريه اللي هي ايه، مش عارف كانوا بيسموها ايه بالعربي، الاواني المستطرقه. نظريه الاواني المستطرقه اسمها بالعربي الاواني المستطرقه، اللي هو في الاخر كله ايه، هيوصل لمستوى واحد. ف اللي يقول لك بقى ده اخوان، ده اصل ده سلفي، ده سلفي جهادي، ده سلفي مش عارف علمي، ده سلفي بياخده من ورا، ده مش عارف جهادي، ده تبليغ ودعوه. هي في الاخر نظريه الاواني المستطرقه كل مجاري وفاتحه على بعض. فهذه التفرقة ممكن تنفع مثلا ايه في ملفات امن الدولة، انما الواقع هي شوية بلاعت ما بلاعات مجاري فاتحة على بعض. بيجيب هؤلاء العواهر، وده برضو اللي ايه، اللعبة التي يمارسها هؤلاء الكلاب من جماعة الإخوان الزفت المسلمين، اللي هم إيه بيحاولوا يقدموا نفسهم كتيار معتدل وكتيار ليس تيار طالباني أو شيء من هذا القبيل. لكن الحقيقة هم بيجدوا
راحتهم قوي، والحلفاء الطبيعيين لتنظيم إجرامي زي الإخوان المسلمين لن يجدوه إلا في تنظيمات إجرامية مشابهة زي الجماعة الإسلامية والجهاد وباقي هؤلاء الكلاب. فوضع طبيعي جدا حفلة الدعارة اللي بيقوم بيها عاطف عبد الرغيف ديت، وبيحاول يبدو فيها ان يعني بيقدم تيارات مختلفة، هم نفس شوية موامس جايين من مواخير مختلفة، بس في النهاية هم موامس دي حقيقتكم في النهاية. العناوين بقى إخوان سلفيين جهاد كل ده لا معنى له عندي. ده بالنسبة لهذا الشرموط الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة دكتور عاطف عبد الرغيف. والغريب يعني المستفز، لا يعني المستفز في هذا الرجل، طب هم خلاص انت جايب هؤلاء الموامس بيقوموا بحفلة الجنس الجماعي اللي بيعملوها عندك، سواء هذا المومس نبيه الجحش او بقية العاهرات. وبعدين هو بقى ايه قال يعني هو الانسان الايه متزن بقى، لا 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 مفيش داعي مفيش داعي، يعني كانك مثلا قاعد في بيت دعاره وبتقول لواحده مومس انت بتتناكي ليه؟ طب ما هي مومس وبيت دعاره عشان تتناك، امال مثلا ايه ايه هتعمل ايه؟ هتحضر رساله دكتوراه زي سعادتك؟ لا، هي موجوده هنا عشان تتناك. فانت بتعترض على ايه؟ انها بتتناك بدل ما تروح مثلا تمسك لها الفوطه ولا تسخن لها شويه ميه عشان الزبون اللي بعده. فيعني حاول يا اما انك انت تبقى قد بيت الدعاره اللي انت قاعد فيه وتشاركهم حفله الجنس الجماعي اللي بيقوموا بيها، او انك انت تقفلها، تقفل المخور كله. اما انك انت اللي هو عايز تتناك وخايف من الحبل يا دكتور عاطف عبد الرغيف، فده غلط. لما تكون عايز تتناك اتناك، ما ت- ايه ما ت- ما ت- ايه ما تترددش كده، احزم امرك واقلع البنطلون واتناك يا دكتور عاطف. ده نصيحتي ليك. انما انك انت اصل حد يشوفني بتاع، حد يقول لابويا بتاع، لا اتناك وادخل معاهم واتناك. يعني ايه ده نصيحة عشان ايه تحل الصراع اللي بداخلك. انت راجل شرموط، انت شرموط الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة. وفي نفس الوقت ايه بعض الايه العقد النفسية والتقاليد والأعراف منعاك عن انك انت تظهر هذه الشرموطة. فتحلل منها وخلص نفسك واتناك يا دكتور عاطف. دي نصيحتي ليك يعني، روح اتناك.